ايه منتظر مني حاجة؟ ما هو انت بعد ما كان عندك متعب وزيدان وكان عندك كمية سترايكر محترمين على مدار تاريخك، دلوقتي ما عندكش سترايكر محترم وما عندكش نمرة 9 موجود في المنتخب. ليه؟ محدش عارف. وليه جايين نتكلم في الحلقة النهاردة؟ سلوك شرشير ولو الصراع جديد، عزت ماجد تيو منتدى، ودي حلقة ليه مفيش 9 في مصر. يلا بينا نخش في الحلقة. ليه يا معلم ما عنديش نمرة 9 في مصر؟ لأن أنت لو جيت بصيت على أندية كبيرة زي أهلي زمالك بيراميدز ما عندهمش سترايكر مصريين محترمين تقدر تعتمد عليهم وتقدر هم حتى اللي يلعبوا أساسي في فرقتهم. لا. طب لو جيت بصيت على باقي الأندية زي الاتحاد الإسماعيلي اللي في أسوأ فترات حياته مش بيطلع لك سترايكر. وعندك الاتحاد اللي عنده مشكلة كبيرة إن هو حتى السترايكر اللي عنده هو محترف زي ما بقولوله، وحتى لما بقولوله مشي جاب سترايكر هو برضه مش مصري. وباقي الأندية يا معلم زي فاركو بتروجيت وحرس الحدود والداخلية كلهم أندية شركات في الدوري، كلهم ما بيطلعوش سترايكر محترمين يقدروا ينافسوا زي ما كنا بنشوف زمان. طب لو جينا حطينا في نقطة كده سريعة، مين الاسترايكرات اللي طلعوا زمان من أندية قليلة؟ طب لو جيت بصيت هتلاقي عندك الشاذلي الهداف التاريخي للدوري طلع من الترسانة وما لعبش غير في الترسانة وطلع سترايكر محترم من نادي هو حاليا موجود درجة تانية أو تالتة في الدوري. فالانديه حتى دي مش موجوده. تلاقي احمد بلال طلع من الشرقيه، عندك الكاس طلع من الاولمبي، عندك ابو جريشه طلع من الاسماعيلي، زي عمر زكي حتى طلع من المنصوره، عندك الكاس طلع من الاولمبي. دول كلهم انديه جماهيريه، دول كلهم انديه تقدر تعتمد عليهم قدام. وبص يا معلم، لا ممكن يطلع منهم حاجه. اجيبك تاني بقى يا معلم للثلاث فرق الكبار اللي انا بقول لك عليهم في الدوري زي اهلي زمالك بيراميدز. سهل ايه؟ الاهلي عنده يا معلم كميه سترايكر لو جينا عديناهم هتلاقي اللي بيلعب حاليا هو وسام فلسطيني مش مصري، عندك اليو بادجي هو مش مصري، عندك والتر بواليا هو مش مصري، حسام حسن اقل بكتير من يلعب في منتخب مصر. مروان محسن انت كان موجود عندك في المنتخب من فتره وكان سبب من اسباب هبوطك في كاس العالم 2018 انك ما كنتش بتطلع قدام لان السترايكر بتاعك هو مروان محسن. ومحمد شريف اللي كيروش طلع نجوم الدنيا كلها في الدوري زي عمر كمال عبد الواحد وزي محمد عبد المنعم وزي مهند لاشين، والوحيد اللي فشل معاه كان محمد شريف. محمد الزمالك اللي في اخر 5 سنين لعب عنده سترايكرات زي الجزيري اللي بيلعب دلوقتي مش مصري، كاسونجو مش مصري، سامسون مش مصري، ناصر منسي اقل بكتير من يلعب في منتخب مصر اساسي، عمر السعيد اقل برضه بكتير من يلعب في منتخب مصر اساسي، ومصطفى محمد اللي حرفيا هو احترف بره هنتكلم عليه كمان شويه. نروح بقى لتالت فرقه هما بيراميدز اللي برضه عنده شويه لعيبه كده زي يا معلم مروان حمدي مش هتكلم عليه، عندك بعد كده جونات دوي مش مصري، بيستون مايلي بيلعب دلوقتي مش مصري، وعندك محمود وادي هو مش مصري. فانت عندك يا معلم معظم الفرق او الثلاث فرق الكبار اللي تعرف تطلع منهم لعيبه محترمه ما عندهمش يا معلم سترايكر مصريين. حتى لو عندهم سترايكر مصري زي حسام حسن زي ناصر منسي زي مروان حمدي هم اقل بكتير من اللي يلعبوا في منتخب مصر اساسي، مع احترامي ليهم احترامي الشديد. انت يا معلم بالخلاصه كده لو جيت بصيت حاليا يعني لو ماتش بكره في مثلا اهلي زمالك بيراميدز الثلاثه موجودين قدامك هم مين السترايكر بتاعهم؟ اهلي وسام ابو علي بديله جراشار الاثنين مش مصريين فالاهلي اوت. تعال بص بعد كده للزمالك، الزمالك عنده السترايكر الاساسي سيف الدين الجزيري، البديل بتاعه ناصر منسي، اعتقد برضه الاثنين اوت. فيستون مايلي مفيش بديل ليه بالنسبه لهم في بيراميدز. فبعد اعتقد برضه الثلاث فرق كلهم اوت دلوقتي ما فيهمش سترايكر تجيبه يلعب معاك يا معلم منتخب مصر اساسي على اي حد. لا يا معلم اي حد يلعب عليه. نقطه سريعه كده يا معلم، يعني انا شفت كيروش طلع كميه نجوم زي مهند لاشين زي عمر كمال عبد الواحد زي محمد عبد المنعم، بص عليهم وطلعهم. مين اللي طلع مرموش؟ هو كيروش. كيروش اللي طلع مرموش من غير ما حد يبص عليه، واولهم كابتن شوقي غريب. محدش بص على مرموش مع ان مرموش كان موجود في الساحه وكان ممكن يروح يلعب في منتخب كندا. احنا يا معلم عندنا مشكله ان انت ما بصيتش على سترايكر موجود الا لما حد بالغصب كده بص على واحد زي مرموش اللي حاليا من احسن لعيبه العالم وبيلعب في السيتي وجايبينه باكتر من 80 مليون واغلى لاعب مصري او عربي جه في التاريخ. مرموش انه جه المنتخب ده كان غلطه.
حته بقى مصطفى محمد لو ده هكلمها في اخر حلقه. هو يا معلم مصطفى محمد، هو انت ليه يا معلم قاعد في نانت لحد دلوقتي؟ انت ليه يا معلم ما بصيتش لمرموش ان هو كان بيلعب في شتوتجارت وبعد كده نزل لفولسبورج؟ لا يا معلم، هو عمل داون جريد بكاريره عشان بعد كده يروح فرانكفورت وبعد كده يروح سيتي. زي صلاح يا معلم لما كان بيلعب في تشيلسي نزل بعد كده اهو فيونتينا، بعد كده راح روما، بعد كده راح ليفربول وبقى في البيك. انت بتلعب في نانت ما بتلعبش اساسي، بتنزل 20 و30 دقيقه في الماتش. فيا معلم انت منتظر ايه؟ ما تمشي يا معلم من نانت تروح فرقه حتى لو مونبلييه، فرقه قليله في الدوري الفرنسي، درجه تانية يا عم في الدوري الفرنسي، بس تلعب اساسي عشان بعد كده تثبت نفسك وتفير وترجع تاني للبيك بتاعك. انت منتظر العمر يعدي ولا يجي مكانك واحد واثنين وثلاثه في المنتخب؟ وما اعتقدش ان ده هيحصل. اخر حاجه هتكلم عليها هو يا معلم المهاجم ليفربول. في سترايكر محترم موجود في ليفربول، يا ريت نبص عليه، عيل ناشئ لسه صغير، ممكن نجيبه بدل ما يروح يلعب في انجلترا اساسي او يلعب في انجلترا في منتخب ناشئين وبعد كده نندم. اصل الواد ده كان مصري وممكن نبص عليه وممكن يبقى داسعه في مصر وممكن يبقى سترايكر محترم. فدي الحلقه بتاعتنا عن ليه مفيش تسعه في مصر وليه مركز تسعه في مصر عندنا فيه مشكله ومفيش سترايكر بعد ما كان عندك كميه سترايكرات. عندك مشكله فيهم بس مشيه ولاد الصعيد عايزين ازد ماجد تيم منتدى. دي حالات ليه مفيش تسعه في مصر. سلام. حبيت اساله قبل ما في الحلقه، هل الدوري معمول عشان نعلي المنتخب ولا الدوري معمول عشان الاهلي والزمالك؟ اصل احنا لو جينا بصينا على الدوري السنغالي مثلا فانت ما تعرفش انديه فيه، على عكس المنتخب اللي هو كله نجوم عشان كلهم محترفين. لو جينا بصيت على منتخب المغرب تلاقي برضه كله نجوم عشان كلهم محترفين، عكس الدوريات اللي فيهم الوداد ورجاء هما مش اقوياء في القاره بتاعتهم، عكس الاهلي والزمالك اقوياء في القاره بتاعتهم عشان عندهم المنتخب ضعيف وكلهم محترفين. باك الشمال علي معلول، الوينج في اشرف بن شرقي حاليا، وعندك الوينج اليمين كان في بيسي تاو. يجي عندك محترفين كتير، فانت بتهتم هنا بالدوري وما بتهتمش بالمنتخب. فهل هنا الدوري معمول عشان تطلع لعيبه تلعب في المنتخب اساسي وتبقى منتخب قوي، ولا يا معلم انت بتطلع لعيبه وبتجيب لعيبه محترفين من بره عشان الاهلي والزمالك يبقوا اقوياء مش مهم المنتخب؟ السؤال ده محتاج رايكم في الكومنتات. سلام.